أنا محتج على هذا الإجراء بغض النظر عن النتيجة التي توصل إليها، لكن الأهم مجرد انتهاء النتيجة التصويت فيها بمن حضر يدخل نائب رئيس مجلس الأمة ويصوت. هذه سابقة خطيرة جدا تضاف إلى سجل السابقات التي تمت في هذا المجلس، والتي من ضمنها تأجيل الاستجوابات إلى 4 أشهر و6 أشهر. نحن لسنا ضد حق النواب في التعبير عن آرائهم، لكن احنا ضد المس بروحية هذه الإجراءات والمتوخى من هذه النصوص إرضاء لتوجهاتهم أيا كانت. وإحنا أمام الشعب الكويتي نقول لكم سوف نستمر ولن نتهاون ولن نتوانى في المحاسبة والمساءلة حتى نرى لهذه القضية نور.